السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواتي في الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال والظروف يا رب. مرحبا بكم عندي كاملين في قناتي وقناتكم شهوات لطيفة ام رقية، ودائما مع الجديد. اليوم جيتكم ان شاء الله بواحد الاقتراح ديال القرص اللي كيجي رائع، خفيف قطني صراحة، ومقادير ديالو بسيطة، ماشي شي حاجة اللي هي كثيرة. نتمنى ان شاء الله هذا القرص ينال الاعجاب ديالكم، وتبعوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. ما تنسونيش من الدعم ديالكم ليا وتشجيعاتكم ليا باش نستمر نعطيكم كل جديد، وكذلك تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والحباب باش تعمل الفائده وتكبر العائله ديالنا ان شاء الله. صراحه ما شهيتكم في هذا الكورس كيجي رائع مقطن وهشيش. ان شاء الله غنبداو على بركه الله بالمقادير. كناخذ هنا واحد الكاسرول كندير فيه كاس عنبه ونصف من الحليب، كيحتاج كذلك كاس عنبه من الماء. هاد المكونات غنديرهم فوق النار يدفاو ليا شويه، وهاني معكم. صافي هنا بعد ما دفيت داك الحليب مع الماء غنضيف عليه معلقه كبيره ديال الزبده، ممكن تستعملوا نباتيه حيوانيه اللي متوفره عندكم. غندير كذلك في واحد الخلاط الكهربائي اللي غنطحن فيه كلشي ان شاء الله. غندير معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات او خميره ديال الخبز. غندير كذلك ساشي فاني للتنسيم. كنحتاج ايضا كاس الا ربع من السكر حبيبات، دائما العبار بكاس العنبه. وغنضيف كذلك شويه ديال الملحه، تقريبا واحد نص معلقه صغيره. وغندير كذلك ساشي خماره حمراء من وزن 8 غرام او البيكن باودر. كذلك غندير تقريبا بيضه مع ابيض البيضه، والاصفر كنحتفظ به للدهن. هانتوما درت بيضه كامله مع ابيض البيض، والاصفر كما قلت لكم غنحتفظ به للدهن ان شاء الله في الاخير. وهنا غنضيف واحد نصف كاس عنبه من الزيت، وغنضيف كذلك داك الحليب مع الماء والزبده اللي درت في الاول. صافي هنا غنطحن الكل مزيان. صافي هنا بعد ما طحنت المكونات ديالي غنضيف زلافه ديال الدقيق الفرص، يكون نوعيه جيده، وبطبيعه الحال غربلته من قبل. صافي هنا بعد ما درت داك الدقيق غنطحن الكل مزيان مزيان. صافي هنا بعد ما طحنت الخليط ديالي، هذا هو الخليط المتحصل عليه. المهم الخليط كيكون شويه ثقيل على خليط ديال البغرير. صافي هنا غنغطيه ونحطوه على جانب. ضروري تغطيوه بشي حاجه تكون سخونه وتخليوه تقريبا واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه، المهم حتى يتضاعف الحجم ديال الخليط. هانتوما بعد ما ضاعف ليا الحجم ديال الخليط درت هنا واحد معلقه كبيره مخلطه ما بين النافع وحبات الحلاوه، طحنتهم شويه، وكذلك معلقه كبيره ديال السمسم او الزنجلان. صافي بالنسبه للدقيق غنبقى نضيف شويه بشويه. تقريبا بالنسبه للدقيق اللي كان عندي في ديك الزلافه عندي نص كيلو، ولكن هانتوما تشوفوا معايا يعني ما غاديش نديرو كامل، حيت ضروري العجين ديال هاد القريشلات كيكون مرخوف ويكون كيتلصق باليد، ضروري باش تعطيكم نتيجه زوينه. المهم نتوما تلاحظوا معايا الدقيق كتضيفوه على دفعات شويه بشويه، ما غاديش تضيفوه يعني كامل، كتبقاو تضيفوا شويه بشويه وانتم كتخلطوا حتى كتحصلوا على يعني القوام ديال العجين ديالكم. كيكون خفيف، ضروري يكون خفيف ويجي الخليط يعني كيتلصق باليد، ضروري باش تعطيكم نتيجه زوينه ان شاء الله. صافي انا غندير غير شويه ديال الدقيق باش ديك الدقيق اللي في يديا يتحيد شويه، داكشي علاش زدت شويه. صافي هانتوما العجينه راه كنخليها كما قلت لكم مرخوفه، ضروري تكون مرخوفه كتلصق باليد. هذا هو القوام ديال العجين ديالي. بالنسبه للكميه اللي شرطت ليها تقريبا واحد نص زلافه ديال الدقيق، يعني داك نص كيلو دقيق ما درتوش كامل. صافي هانتوما العجينه كتلصق باليد، ضروري غندهنها بشويه ديال الزيت، دهنت ليها الوجه ديالها بشويه ديال الزيت. صافي هنا في هذه الاثناء راني غنغطيها ان شاء الله ونخليها يضاعف ليا الحجم ديالها ضروري.
صافي هنايا في هاد الادنى ملي دهنت ليها الوجه ديالها بالزيت، صافي غنغطيها بالبلاستيكه وغنغطيها بشي حاجه تكون سخونه، ولا المهم ضروري ديروا تحطوا عليها شي حاجه ثقيله هكا ولا شي حاجه سخونه ضروري باش دغيا يعني تفعل لكم ديك الخميره ويضاعف الحجم ديال العجين ديالكم. صافي نخليها على جانب واحد 20 دقيقه حتى نص ساعه، المهم حتى يضاعف الحجم ديال العجينه ديالكم. هنا بعد ما دازت تقريبا واحد نص ساعه يعني ضعف لي الحجم ديال العجينه ديالي. صافي هانتوما هنايا غنحاول نفرغ من هذاك الهواء. صافي في هذا الاثناء كناخذ يعني الصينيات اللي غندخلهم للفران كنفرشهم بورق الزبده ضروري باش ما تلصقش ليا العجين، ولا دهنوهم بالزبده الا ما عندكمش ورق الزبده ممكن دهنوا غير لاطات بالزبده. صافي هنايا كنحتاج شويه ديال الزيت. صافي غنبدا ان شاء الله نشكل منهم كريسات. نتوما لكم الاختيار بالنسبه للحجم، ممكن ديروهم صغار ممكن ديروهم كبار. انا هنايا درتهم ماشي صغار بزاف وماشي كبار بزاف، يعني متوسطين هكا، كيعجبوني يكونوا متوسطين. نتوما كنحاول نشكلهم مزيان باش يجيو مقادين في الشكل ديالهم. وضروري بالاستعانه بالزيت، حيت كما كتعرفوا العجينه راه خليناها مرخوفه وكتلصق باليد باش تعطيكم نتيجه زوينه. يعني بالنسبه يعني للمبتدئات هكا اللي ما كيصدقش ليهم القرص، غير يجربوا هذه الطريقه راه غيجيهم ان شاء الله رائع. ضروري يديروا المرحله الاولى ملي كنخلطوا المقادير ديال دوك المكونات اللي خلطت معكم في الاول، من بعد كتخليو الخليط ديالكم يضاعف ليه الحجم ديالو، عاد كديروا المرحله الثانيه اللي كتضيفوا فيها الدقيق. وضروري العجينه كما شفتوا معايا تكون يعني مرخوفه، ضروري تخليو العجينه مرخوفه باش تحصلوا على واحد القريشلات اللي كيجيو رائعين ان شاء الله. غير تبعوا الفيديو وتبعوا الطريقه. بالنسبه للناس اللي ما كيصدقش ليهم يعني القراشله هكا ولا الكريسات، غير هاد الطريقه ان شاء الله غيجيهم رائعين. هذه طريقه يعني معتمده عندي، ماشي اول مره. هادو يعني كنديرهم تقريبا ماشي يوميا، ولكن مهم كنديرهم بزاف، معتمدين عندي صراحه، ما عمرهم حشموني. صافي هنا بعد ما استمرت ساليت الكريسات ديالي راه صراحه خرجوا تبارك الله الخير والبركه. صافي هنايا ملي ساليت منهم حاولت نقرصهم غير شويه، هانتوما على هذا الشكل. صافي هنايا خديت داك اصفر البيض خلط مع شويه ديال الخل مع شويه ديال الحليب، ممكن كذلك ديروا شويه ديال النسكافيه، انا ما كانش متوفر عندي، نتوما ممكن تضيفوه كيعطي اللون زوين لهاد القريشلات. صافي هنايا كندهن لهم الوجه ديالهم، ممكن تخليهم حتى يخمروا عاد دهنوا ليهم الوجه ديالهم. انا هنا صراحه كندير هاد الطريقه، كندير لهم يعني داك الخليط عاد كنخليهم يخمروا. المهم بحال بحال صراحه انا صراحه ملي كان نخليهم يخمروا ما كنبغيش باقي ندهنهم، حيت بحال اللي كيتفشوا شويه. داكشي علاش كنديرهم قبل زعما ما يخمروا ليا. صافي هنا رشيت عليهم شويه ديال الزنجلان، ممكن ديروا الزرارع، ممكن ديروا اللي متوفر عندكم، ولا الزنجلان الابيض. صافي هانتوما نستمر بنفس الطريقه، ندير لهم الوجه ديالهم كاملين ونرش عليهم الزنجلان. صراحه هاد القريشات غير جربوهم كيجيو رائعين، كيستحقوا التجربه، كيجيو هشاش. هانتوما في الاخير ان شاء الله تشوفوا معايا يعني النتيجه النهائيه ديالهم كيجيو رائعين. وعندي كذلك واحد الطريقه الا كنتو شويه مزروبين هكا وبغيتوهم زعما طيبوهم دغيا، حيت كما كتعرفوا القرش ضروري كتكون فيهم مرحله ديال الاختمار، كتكون شي 3 ديال المرحلات هكا ولا حتى ل4. يعني ملي كديرهم في الاول يخمروا، المره الثانيه والمره الثالثه يخمروا، عاد كطيبوهم. المهم نعطيكم واحد الطريقه اللي كندير انايا ملي نبغي نطيبهم، يعني في هذه المرحله هذه ملي نبغي يعني ملي كنشكلهم كويرات. صافي كنشعل الفران، هانتوما تشوفوا معايا راني غنشعل الفران، كنسخن الفران في هذه الاثناء. سخن الفران مزيان حتى سخن، طفيت عليه ودخلت ليه هاد اللاطات ديال الكرص ديالي، يعني هنايا غير باش يخمروا ليا. هانتوما بعد ما خمروا ليا في داك الفران اللي كيكون سخون، صافي هنايا راني غندخلهم الفران، كنشعل غير لتحت عافيه تكون متوسطه. هانتوما دابا شعلتهم باش يطيبوا، درتهم على عافيه متوسطه، هذوك درتهم لتحت، الاخرين درتهم الفوق. صافي على عافيه متوسطه يتحمروا من التحت، عاد نشعلهم يتحمروا من الفوق. صراحه كيجيو رائعين. هانتوما بالنسبه للنتيجه ديالهم كيجيو قريشلات اللي هما خفاف رطبين وهشاش، كيجيو محمرين، صراحه كيجيو رائعين.
غير جربوهم ما غاديش تندموا صراحه. كيجيو قريشلات اقتصاديين وفي نفس الوقت صراحه كيجيو غزالين رطبين وهشاش، والمذاق ديالهم كيجي رائع حيت درنا فيهم داك النافع مع حبه الحلاوه والزنجله. صراحه كيعطي مذاق رائع. غير جربوهم غيعجبوكم ان شاء الله، كذلك غيعجبوا الوليدات ديالكم تعطيهم الكوتي هكا ولا الفطور. صراحه شي حاجه اللي هي رائعه ما غاديش تندموا عليهم ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم باذن الله، ويعني وتردوا عليا الا عجبوكم ان شاء الله يا ربي. نتوما صراحه كيجيو رائعين. ممكن كذلك الاخوات كاقتراح يعني ديروا شويه ديال الشكلاط للداخل ديالهم، واحد القطعه ديال الشكلاط بالنسبه للوليدات كما كتعرفوا كيعجبهم الشكلاط. نتوما راني فتحت معكم واحد الحبه صراحه غزالين قطنيين هشاش، المذاق ديالهم رائع. غير جربوهم، نتمنى ان شاء الله يعجبوكم، ومتاكده ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الا جربتوهم غيعجبوكم وغيوليو معتمدين عندكم بحالي. ايوا نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ودعموني باللايك ديالكم التعليق ديالكم الزوينه بحالكم ان شاء الله. ايوا غنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.